السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيًا الجو تلج، فأنا كنت قاعدة زهقانة جدًا، فتحت الموبايل وقعدت أهبّل وأسرِّش على أي حاجة، فوقع قدّامي أقوى 30 شرير في عالم الأنمي. الفيديو ده لا كنت كاتباه في الليستة ولا كنت محضّراه ولا كنت عايزة أصوّر النهارده، فقُمت حطيت الhoodie كده ويالّا نشوف مين أقوى 30 30 أقوى 30 شرير في عالم الأنمي. بانكاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي دينا، باقدم محتوى أنمي. لو أول مرة تشوفني كمل الفيديو للآخر. لو عجبك يا ريت تشترك في القناة وتعمل سبسكرايب، ولو الفيديو عجبك أرجو إن أنت تضع لايك كده أهو. بجد أولا الدنيا زي ما قلت برد جدا، وأي حد طبعا دلوقتي عمال يقول إيه ده بتوع الشتا انتوا حابين البرد. احنا حابين البرد ده وانا مبسوطه جدا. وانا صحيح دلوقتي ممكن اكون بصوره ما ترعش، ولكن انا مبسوطه جدا جدا جدا، ودي اجوائي المفضله. وان انا اقوم اصور فيديو في اجوائي المفضله يعني ده حاجه يعني عشان انتوا غاليين عليا بس. المهم الموقع ده اسمه cbr.com، وقع في وشي كده، فيه كميه تصنيفات رهيبه جدا. بس انا جه في دماغي مين اقوى 30 شرير. هل ده رايي؟ لا مش رايي، بس هنشوف هو بيقول مين بسرعه كده. فيديو سريع زي ما قلت خارج الحسبان، ولكن انا بجد ما شفتش غير اول 2 بس كده، وسبت الباقي عشان اتفاجئ معاكم. رقم 30. بصوا صباح الخير، رقم 30 واحد غريب جدا، ده تقريبا بوبي ولا ايه ده؟ بيا ستارز، ده اللي هو كلهم حيوانات. ده ما بيقول لك ايه، لقد تناول ريز العديد من الحيوانات، عشان كده هو شرير. احنا طبعا مش فاهمين، انا مش فاهمه قصه الانمي وما شفتش الانمي، فانا مش مهتمه بيك رقم 30، انا اسفه جدا. رقم 29 كان الحاصد مختبئا في الظل الأسابيع. ايه ده؟ هو مشكلة ان انا مترجمة عربي يا شباب عشان نفهم مع بعضينا الكلام، في عبط، اكيد في عبث في الترجمة. هو تقريبا الحاصد من انمي فصل الاغتيال. انا شفت انمي فصل الاغتيال بس انا مش فاكرة مين الحاصد ده خالص. مين ده؟ 28 زيك ييجر، عشان معاه طبعا العملاق الوحش. اوكي. 27 لولوش، لديها عقل عبقري ويمكنها قيادة الناس بقوة الجياس. أنا مش فاهمة انتوا معتبرين لولوش شرير ليه. هو أنا شفت كود جياس بصراحة، بس ممكن يكون الاي كيو بتاعي مسمحليش ان انا اتناقش فيه، لان انا ما فهمتش حاجة. انا لا فهمت لا لولوش عايز ايه ولا اي حاجة. انا اتفرجت عليه عشان عجبني الاوبننج بتاعته، يعني اسباب الوهية اللي انا بتفرج عليه عشان الانميات ما عجبنيش بصراحة، وما تعمقتش فيه وما بحبش الميكا. 26 لايت ياجامي يستطيع قتل الناس بأي شخص بدفتر ملاحظاته. اوكي طبعا اكيد بقى، يعني اعتقد ان المفروض يكون في مركز متقدم لايت اكتر من كده. لغايه دلوقتي ما شفتش ديس نوت. طبعا انت دلوقتي تقولي انت عامله قناه وبتتكلمي على الانمي وانت ما شفتش ديس نوت. عندك حق والله العظيم، ما اقدر اتكلم معاك، عندك حق، بس هعمل ايه؟ هنشوفه قريبا باذن الله، هنشوفه قريبا. المركز 25 رايجو مش عارفة ايه، لديه قوة لا تصدق من ألياف الحياة. ده شكله عجيب جدا، البني آدم ده شكله عجيب جدا، شكله مش مظبوط. ده انمي ايه ده بقى؟ سول لا كل انا ما شفتوش. كل ده ما شفتوش ولا حتى عدى عليا كده. يعني في ناس في انميات انا ما شفتهاش بس عارفاها، لا ده كل ده ما اعرفوش خالص بصراحة. يعني كان يعني هو بيعمل ايه يعني؟ هي اصلا بنت. انا اسفة يا استاذة، انا اسفه يا استاذه، الترجمه هي اللي بايظه. كيون هي واحده من اكتر الاشرار روعه، وهي ايضا خطيره بشكل لا يصدق. ماشي مع السلامه. اللي بعده 24 تتمتع ميدوسا بذكاء حاد وقوه ساحره مميته. مين ميدوسا؟ من انهي انمي حضرتك؟ من انمي سول ايتر ميدوسا. انتي ما شفتوش برضو؟ من الانميات اللي برضو ما فكرتش ان انا اشوفها. ليه برضو تسالني ليه؟ اقولك معرفش، وانا زهقانه بقى النهارده كده وجايه لازم انا عايزه اعرف. انتوا لو ما الناس اللي انا بحبهم مش في القائمه دي انا هتضايق جدا، ومش همنتج الفيديو ده. يستطيع جلجمش استدعاء اسلحه نهائيه لتمزيق اعدائه. اولا انا عارفه الراجل ده من سلسله فيت صح، وهو امور جدا ومن الكراشات المستقبليه لو اتفرجت على سلسله فيت. بس اسمه ايه؟ جلجمش، اسمه غريب جدا بس هو شكله فخم. وفكره ان هو يستطيع استدعاء اسلحه لا نهائيه، لا دي جامده. انا احترمك. رقم 23 انا موافقه عليه جدا، انا مش عارفه هو مين بس يلا. رقم 22 شن الرائد حربا على لندن في ليله مصيريه. مين ده بقى؟ طب انت هم حضرتك ليه مش كاتب لي الاسم الشرير الرائد؟ هو اسمه الرائد هو اكيد طبعا في هيلسينج. احد اشرار هيلسينج، وحبه للحرب وميله للعنف الذي لا يوصف يجعله احد اسوأ واقوى الاشرار في الانميات.
هيلسينج انا حبيبي شفت منه 3 حلقات بس. قدرتي على احتمال الدماء والافواره في الدماء ما كملتش للاسف، لان هو كان فعلا في افواره رهيبه في الدم يعني. رقم 21 كينج برادلي من انمي فول ميتال الكيميست. الغضب قادر على تقطيع الرصاص في الهواء. طبعا من الاشرار ان انا نادرا ما بتكلم عليهم، لكن هو من الاشرار اللي انا بحبهم جدا. كينج برادلي من الناس اللي انا بحبها جدا. الشخصيه بتاعتها كانت مكتوبه صح في فول ميتال. في الميتال كان في شخصيات جامده. ظريف مش عارفه ايه. ده تقريبا فيري تيل. عرفت انا حسيت ان ده فيري تيل. المهم يعني ان هو واضح ان هو قوي، عنده قدرات خارقه، وخد وقت كبير قوي عقبال ما هزموه. وبيستخدم فنون السحر الاسود وسحره قوي للغايه، لدرجه انه لا يستطيع التحكم فيه بوعي، مما يجعل محاربته صعبه للغايه. اوكي يا ظريف ماشي. المركز التاسع تشيكو تشيكو تشيكو. القمر ده شرير. ده ارتكب كيوب العديد من الفظائع. انت ارتكبت العديد من الفظائع بطه؟ ازاي ده؟ انمي ايه ده؟ انمي ايه يا جماعه ده؟ الفتاة الساحرة مادوكا ماجيكا. ايه الانمي ده؟ ايه الانمي ده؟ ما عداش عليا. ايه ده؟ وده شرير ازاي ده؟ ده كوتش خالص. ده شرير ازاي يعني؟ عمل ايه طيب؟ رقم 18 شوجو ماكيشيما. ارتكب جرائم دون ان يتمكن النظام في القبض عليه. ده يا ترى بقى ايه بقى؟ هو من انهي انمي ده؟ سايكوباس. سايكوباس برضو شفت بسم الله الرحمن الرحيم حلقتين وما كملتش، معرفش ليه، مع ان كانت فكرة الانمي حلوة، بس ظهر مشهد كده في الاول تخليني اتقفلت صراحة. وانا بتقفل من الانمي ما بفتحوش تاني، بس واضح ان الاخ ده يعني شرير قوي. المركز 17 واحد شكله مخيف جدا. شيشو ماكوتو. يستخدم سيف النار في المعركة. وشكله مرعب عموما. ايه انمي ايه ده؟ تتابع انمي ايه انمي ده؟ انا معرفوش خالص، معرفش الانمي ده خالص. سبايك يهدد بقتل السياف المميت. مين سبايك بقى ده؟ سبايك ده من كاوبوي بيبوب، واحد من الانميات اللي برضو انا تقريبا لو كان هو بيتكلم كان دخل شتمني بافظع الشتايم، من كتر ما هو محطوط في القايمه من زمان قوي، من زمان قوي قوي قوي، من بدات ما بقول بسم الله الرحمن الرحيم انمي حطيته، ويعني الواد ما بصيتش عليه تاني. شار ايه يا جماعه الاسماء فظيعه جدا. هو استراتيجي ماكر لطيار ميكانيكي. انا حاسه ان انت اجنحته جندام. هو موبايل سوت جندام. رقم 14 ناروكو. استوعب جسمه عدد لا يحصى من الشياطين. ده انت من انمي ايه بقى يا حبيبي؟ من انمي ايه يا بابا؟ هو ناروكو هو المسؤول عن كل بؤس الشخصيات في انيوشا. انيوشا. رقم 13 دايو. انا بسمع اسم دايو ده كتير جدا. جوجو برضو يعني اتمنى ان في يوم من الايام اتفرج عليه. رقم 12 رقم 12 سوسكي ايزن. هو مخطط عبقري ذو قوة وهمية. ترى ايزن ده من انمي اتوقع ان ايزن من 10 الاوائل بصراحة، لكن ان هو يكون 12 ده رقم سيء جدا ومغزي جدا. بس انا معاك وده مش رأيي، ده رأي الموقع، فانا مش هعترض. فرانسيس سكوت كي. ينفق المال ليصبح اقوى. مين بقى حضرتك؟ من انهي انمي؟ بانجو ستري دوجز. حسيت انا شميت ريحه بانجو ستري دوجز في الموضوع. على الرغم انه لديه ماضي مضطرب قبل ان يصبح شريرا تماما، الا هدفه الرئيسي دايما استعاده السعاده لعائلته. طب ما هو راجل محترم حرفيا، معاه فلوس، فهو عشان هو معاه فلوس خليته اقوى من ايزن، ويجي يقول لك ايه ليست السعاده في المال. ازاي يا جدع؟ رقم 10 بقى دول التوب 10. كان شينوبو سينسي اقوى خصم ليوسكي على الاطلاق. ده في ايه بقى؟ في الانمي اللي هو يويو مش عارفه ايه ده عدى عليا. ده مش اول مره بجد. الانمي ده غريب جدا، وواضح ان هو مشهور، وان انا يعني حماره مش عارفاه، فلا اوكي. انا عارفه الراجل ده من وان بيس، ومن الناس اللي بحبه جدا. اللحيه السوداء. ايوه انا عارفه الاسم بقى، ما اعرفش الاسم الحقيقي. اللحيه السوداء أحد أكتر قراصنة البحر رعبا. يشتهر بأفعال شنيعة، وهو الشخصية الوحيدة اللي عنده فكهتين. إغراء رهيب لمشاهدة وان بيس. وحاضر ماشي أوكي أكيد. بص أشرار وان بيس أنا بحترمهم جدا. شوف معرفش عنهم حاجة بس أنا بحترم أشرار وان بيس جدا. يعني من الحاجات فعلا اللي عايزين الناس بتقول عايز تتفرج بقى على زورو ولوفي ونامي، أنا عايز أتفرج عشان الأشرار، إذا كان دي فلامينجو ولا ده. وبرضه في ناس تانية. لا الأشرار بتاع وان بيس بحبهم بصراحة من غير ما أشوفهم حتى.
all for one. احنا هنهرج. all for one رقم 8 من اكتر الشخصيات اللي انا ما بحبهاش، يعني هو شخصيه ثقيله. انا مش عارفه ليه حاطط one for all في ايه ده. رقم 7 جريفيس. الشخصيه دي بشوفها كتير وعليها لبش، يعني الشخصيه دي عليها لبش كتير والناس بتقول مش عارفه ايه. انا ما اعرفش ده عمل ايه ومش عايزه اعرف بصراحه. بس الناس بتقول عليه شرير جدا وفي ناس بتحبه جدا، فانا مش فاهمه بصراحه عمل ايه. شكله بنوته اصلا ومش عارفه له بصراحه. بيرزيرك يعني لا بحب اسمع عنه ولا بحب اتكلم عنه لانه بجد حاجه سوداويه تقيله على دماغي وما احبش ان انا حتى اعرف عنها حاجه يعني. ريو اسوكا هو الشيطان نفسه. يمكن القول ان ريو اسوكا هو احد اكتر اشرار قوه وشر على الاطلاق، رغم انه يبدو كانه شاب في قمه السعاده بعد اكتشاف امره. ديفل مان كراي بيبي. يعني ده انا عارفه الانمي ده بس مش هشوفه بصراحه، مش عارفه، ما اعتقدش ان انا اشوفه. مادارا اوتشيها قاتل جيش شينوبي باكمله. يا جماعه اتقوا الله بقى، يا جماعه اتقوا الله. مادارا 5 ليه؟ مع احترامي لمادارا على عيني وعلى 5. حاسه ان بيدوا مادارا بصراحه اكتر مما يستحق. يعني هو مادارا شخصيه حلوه ومكتوبه حلو، لكن 5 قبل ايزن وقبل الناس دي وقبل، لا بصراحه مش مصدقه يعني. رقم 4 فريزا كاد ان يقضي على النميك. طبعا انا مشوفتش دراجون بول، بس طبعا الفايت الشهير اللي خد تقريبا 85,000 حلقة فريزر وجوكو ده يعني معروف جدا للجميع. يعني انت ممكن تكون تفتح مثلا الفايت وبعدين ترجع تتخرج وتتجوز وتخلف وتلاقي نفس الفايت شغال، بالذات سبيستون بيتعيد نفس الحتة تاني. فانا كل معلوماتي عن دراجون بول من سبيستون، فطبعا اكيد فريزر قوي، اكيد مش هتكلم يعني. سكونا هو ملك اللعنات الوحش. من جوجوتسو كايسن سكونا. ماشي، مش هتكلم عشان انا هتشتم بما في الكفايه. موزان. بصوا ده هنا تسقيف من القلب، ده قلبي بس اللي بيسقف، لكن ده عبس. موزان ايه اللي يبقى رقم 2؟ يعني انت شايف موزان اقوى من الناس اللي فوق دول؟ بس طبعا يعني عشان بما ان هو الكراش بتاعي فمش هتكلم، واكيد طبعا منور المرتبه الثانيه يا استاذ موزي. الشيطان الاكثر رعبا واثاره للخوف في عالم قتل الشياطين، بصفته زعيم الشياطين، يتسم مش عارفه ايه بالعنف والقسوه وعدم الرحمه. ازاي يعني؟ ده في قمه العسل، ده حرام عليكم، حرام عليكم، ده ما تقولش عليه كده. ومعروف عنه انه يقتل اتباعه كلما راى انهم غير قادرين على اداء مهامهم. ايوه يناسبهم يعني، على اللي مش قادر يشتغل خلاص بريحه خالص. انا لغايه دلوقتي مش متخيله مين الشرير رقم الاول. ممكن يكون فلامينجو ده بتاع وان بيس. مين شرير؟ ايرين. ممكن يكون ايرين لو اعتبره ايرين شرير. الحمد لله. ممكن يكون مين تاني يا بت دندون؟ مش عارفه. يلا نشوف. مريم من انمي هانتر اكس هانتر. ده عبس، ده اسمه عبس. ده اللي انا تقومي تصوري وانتي متكتكه عشان تشوفي قائمه عبثيه للدرجه دي. مريم رقم 1 ليه؟ يعتبر مريم شريرا آخر غير بشري يتمتع بتصميم مذهل ويمكنه بالتأكيد أن ينافس أي شخصية شريرة في الأنمي حتى الآن. رقم 1 على إيه بجد يعني، بغض النظر ان الفايت مع جدي وحبيبي نترو احنا غشينا، يعني احنا كبشر غشينا ان احنا استخدمنا القنبله، لكن هو كان هيموت، يعني هو كان هيموت لولا تدخل الاتنين اللي ساعدوه وقعد مش عارفه ياخد منهم قوتهم ومات فعلا. يعني انت ليه مخليهولي ان هو اقوى واحد يعني انا مش عارفه هو ممكن يقف قدام، يعني هو ايزن مش هيعرف يغلبه؟ ايزن هيعرف يغلبه يعني بجد. انا اسفه ان ضيعت وقتك يا عم، انا اسفه ان انا ضيعت وقتك بجد، ضيعت وقتك ووقتي في قائمه زي دي. بس انا بحب احرق دمي على المس، والله العظيم انا قلت يمكن الاقي بقى ناس حلوه مش عارفه ايه، بس طبعا الاشرار دول كلهم ملهمش اي علاقه باشراري. انتظروا فيديو هتكلم عن اشراري المفضلين ان شاء الله عشان احاول انسى العك اللي انا صورته ده دلوقتي. شكرا يا سي بي ار، مع انك انت موقع بحبه جدا بقعد ادخل فيه، بس مش هسيبك وانا هعمل عنك فيديوهات تانية كتير. اشكركم شكرا جزيلا، ولو لسه مكمل معايا اسالك يعني او يعني اطلب من حضرتك طلب بسيط، يا ريت تعمل لايك ويا ريت تعمل سبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير. باي.